السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ النهاردة إن شاء الله هناخد الحصة الثالثة والأخيرة من درس من شابتر ذا سيل. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم على صغر حجمه. يعني هنتكلم النهاردة هنشرح 5 أو 6 صفحات بس هو موضوع مهم جدا محتاج تركيز، بيجي عليه أسئلة فيها أفكار في الامتحان. يعني لما تيجي تبص على أسئلة الإي اس تي هتلاقي تقريبا ممكن نص أسئلة الشابتر جاية في الجزء ده. طيب، هنتكلم عن ايه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم عن السيل ترانسبورت. لو انت بتتفرج على الفيديو ده بالليل خالص قبل ما تنام، او بتقفل تارجت لسه مخلص الفيديوهين اللي قبله وجاي تقفل ده النهارده، فنصيحتي ليك لا، كفايه كده النهارده. خلي ده للصبح، في يوم تبقى رايق، كوبايه شاي جنبك، كوبايه قهوتك، مطوتك في جيبك، سندوتشاتك في ايدك، وهكذا. يلا بسم الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السيل ترانسبورت. يعني ايه سيل ترانسبورت؟ احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت وخدنا السيل ممبرين، وقلنا ان اي خليه في الدنيا بتكون محاطه بممبرين. الممبرين ده هو اللي بيحدد معالم السيل بتبدا فين وبتنتهي فين. طيب، بيحصل عندي ترانسبورت اكروس ذا سيل ممبرين. يعني ايه؟ يعني في بعض الحاجات بتدخل الى داخل السيل وبعض الحاجات بتخرج الى خارج السيل. فالحاجات دي بتحتاج ان هي تعدي على السيل ممبرين. ده امر منطقي، انا عندي خليه عندي لها سيل ممبرين، حاجات هتخش منها وحاجات هتخرج، يعني ومالكش دعوه برسمتي. تمام. يبقى الموفمنت اوف سبستانس اكروس ذا سيل ممبرين ده اسمه سيل ترانسبورت. الحاجات دي ممكن تبقى ان اور اوت اوف ذا سيل. كل ده كلام جميل. طيب، هنقول كمان ان السيل ممبرين بتاعنا السيمي بيرميبل. يعني ايه سيمي بيرميبل؟ يعني يسمح بمرور بعض الاشياء. some molecules can diffuse across but others can't. اشهر حاجه عندي ان الووتر كان موف اكروس ذا سيل ممبرين while large salts او البروتينز كانت موف اكروس ذا سيل ممبرين. يبقى السولتس او البروتينز ما تقدرش، لكن الووتر كان ديفيوز. تمام. تعرف هنا كلمه مهمه، سيل ممبرين السيمي بيرميبل. تعال نشوف انواع الترانسبورت اللي عندي. انواع الترانسبورت اللي عندي اما يكون اكتيف ترانسبورت او يكون باسيف ترانسبورت. اكتيف ترانسبورت يعني نيدز انرجي، يعني انا هبذل طاقه، هبذل انرجي متمثله في شكل الاي تي بي، ده الانرجي اللي عندي في جسمي عشان الترانسبورت ده يتم. الباسيف ترانسبورت نيدز نو انرجي. شايف اي حاجه اكتيف بروسيس معناها ان هي نيدز انرجي. اي باسيف بروسيس نيدز نو انرجي، بتحصل لوحدها. بتسمعوا عن حد بيقول لك باسيف انكم، دخل سلبي، ان انت بتبقى مش شغال بس شركاتك شغاله بتجيب لك فلوس وهكذا. باسيف ترانسبورت معناها ان انا ما ببذلش مجهود عشان الترانسبورت ده يحصل. قبل ما اشرح لك المكتوب هحكي لك قصه صغيره. انا خدتك انت و20 واحد من اصحابك وحطيتكم في اوضه ضيقه وقفلت عليكم الباب. هتبقوا قاعدين جوه مرتاحين ولا مش مرتاحين؟ اكيد قولا واحدا قاعدين مخنوقين، عمالين تخبطوا في بعض والدنيا ضيقه والناس عرقانه ومتضايقه. علشان اخرجكم من الاوضه دي اطلعكم بره، هل انا محتاج ابذل مجهود؟ الاجابه لا، انا مش محتاج ابذل مجهود. انا كل اللي انا هعمله ايه؟ انا هفتح باب الاوضه. مجرد ان انا افتح باب الاوضه اللي بيفتح بيخرج من الاوضه دي على الصاله اللي فاضيه الكبيره الواسعه اللي بره، هل انا هقعد اخرج حد فيكم؟ ولا اول ما افتح باب الاوضه كلكم هتخرجوا لوحدكم؟ كلكم هتخرجوا بشكل باسف بدون ما انا ابذل انرجي. ليه؟ لان انتوا قاعدين جوه في هاي كونسنتريشن، قاعدين في بيئه غير مناسبه. لما افتح لكم باب الاوضه هتنطلقوا في مكان واسع، مكان كبير، هيكون اكثر ملائمه ليكم واكثر مناسبه ليكم. صح كده؟ فبالتالي انتوا هتموف من الهاي كونسنتريشن، انتوا هيحصل لكم موفمنت من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. ده معناه مع الكونسنتريشن جريدينت. الموفمنت مع الجريدينت من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن doesn't need energy. حلو الكلام. قصة الموضوع ده في حتة كده هقولها مرة واحدة، اللي فهمها فهمها، اللي ما فهمهاش هي مش مهمة بالنسبة لنا. ان everything in nature tend to homeostasis. لو انا عندي بره high concentration وجوه low concentration، هيفضل البارتكلز اللي جوه هي موجوده في موفمنت عماله تخبط في بعضها بريشيو عاليه عشان هم زحمه، واللي بره قليلين. هيفضل اللي بره اللي جوه يتحرك لبره، الهاي كونسنتريشن يتحرك للكونسنتريشن لغايه ما يكون نفس الموفمنت. كون انا عندي هاي كونسنتريشن من المولكيولز في مكان، ده معناه ان هم عندهم هاي بوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي دي محبوسه، هفتح لها الباب هتتحول لميكانيكال انرجي اللي هي الموفمنت بتاعتها. سيبك انت من الكلام ده كله وركز معايا. باسيف ترانسبورت يعني ايه؟ يعني الموفمنت من المكان الزحمه للمكان الفاضي. from high concentration to low concentration. يعني ده بيمشي مع الجريدينت، مع التدرج الطبيعي. هل الموضوع ده بيحتاج طاقه؟ ما بيحتاجش طاقه.
زي ايه؟ زي ان انتوا كنتوا محبوسين في اوضه وفتحت لكم الباب. ده باسيف ترانسبورت، ما بيحتاجش طاقه. تمام؟ ده الباسيف ترانسبورت. حلو الكلام كده. تعال نشوف العكس بتاعه، الاكتيف ترانسبورت. تخيل نفس المثال بتاعنا، انا عندي اوضه وانا عايز الاوضه فيها 20 واحد وزحمه جدا، وانت واقف بره وانا عايز ادخلك الاوضه. هتخش بمزاجك؟ لو انا فتحت باب الاوضه انت هتخش، وانا لازم اكتفك واجبرك وافتح باب الاوضه وارميك جوه؟ انا هبذل طاقه عشان انا هزقك. ميولك الطبيعيه بتقول لك اهرب من الاوضه دي، اطلع بره الاوضه دي، خليك في الروقان. لكن انا لازم ازقك عشان تعاكس الكونسنتريشن جريدينت، عشان تعاكس الطبيعه بتاعتك. فالاكتيف ترانسبورت اللي بيحتاج انرجي بيكون من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، بيكون اجينست الكونسنتريشن جريدينت. وصلت الفكره العامه؟ اهم حاجه عارف عندي الكلمتين دول، يعني ايه اكتيف ويعني ايه باسيف. الاكتيف ترانسبورت له اكزامبلز هناخدها في وقتها. الباسيف ترانسبورت مع الكونسنتريشن جريدينت. بص معايا في الرسمه دي، باسيف ترانسبورت هنا كتير اهمت قاموا داخلين، دول كتير قاموا داخلين. بص هنا ده قليل وده كتير، القليل راح عند الكتير عكس الطبيعي بتاعه، فاستخدم اي تي بي او استخدم انرجي. وزي ما انت شايف الاكتيف ترانسبورت ما تمش من خلال السيل ميمبرين، ده تم في حاجه في هنا جهاز مخصص او يعني بروتين شانل معينه هي اللي استخدمت الانرجي وزقتهم لجوه. تعالوا بقى نتكلم شويه على الباسيف ترانسبورت. الباسيف ترانسبورت له كذا مثال. اول مثال هو ده اسمه سمبل ديفيوجن. يعني ايه سمبل ديفيوجن؟ يعني انا عندي ماده موجود بره منها كتير، في ناحيه منها كتير والناحيه التانيه قليل، والماده دي لحسن الحظ تقدر تعدي من خلال السيل ممبرين. مش احنا قلنا السيل ممبرين السلكتيفلي بيرميبل؟ الماده دي السيل ممبرين از بيرميبل تو ذيس سبستانس، تقدر تعدي من خلاله. لو بره كتير وجوه قليل هيفضلوا بره ولا هيبداوا يخشوا؟ لا، هيدوبوا في السيل ممبرين كده ويعدوا لجوه لغايه ما اللي جوه يبقى قد اللي بره. الموضوع ده موضوع سهل وبسيط، اسمه سيمبل ديفيوجن. اشهر مثال، انت لو جبت فوطين، فوطه مبلوله وفوطه ناشفه، وحطيت الفوطين لزقتهم في بعض، بعد شويه هتلاقي الاثنين بقوا مبلولين من غير ما تعصر دي وتزق الميه في دي أو على دي او كده. تمام؟ سيمبل ديفيوجن. هم حتى بيقولوا ان الاخلاق بتتنقل بالانتشار. ديفيوجن يعني انتشار. يعني انت شخص مؤدب قعدت في وسط بيئه فيها ناس بتشتم وبتقول كلام مش كويس وكده، انت بعد شويه هتبقى زيهم. ليه؟ الاخلاق بتتنقل بالديفيوجن. طيب تعال نفكر تفكير تاني. افرض انا عندي بارتكل زي ده، بس البارتكل ده لسوء الحظ كبير شويه، مش قادر يعدي من السيل ممبرين. يجي يعدي من السيل، هو اللي بره كتير وعايز يخش جوه، بس يجي يخش مش عارف يخش عشان حجمه كبير، مش قادر يعدي من البورز او من الفتحات اللي موجوده في السيل ممبرين. طيب لو انا فتحت له بوابه زي البوابه الصفراء دي، فتحت له باب، عملت له جيت هنا او تشانل هنا يعدي من خلالها، هيعدي ولا مش هيعدي؟ هيعدي، وهيعدي بسرعه قوي. لو مفيش باب مش هيعدي. طب هو عدى بناء على ايه؟ حد زقه ولا هو عدى بالكونسنتريشن؟ عدى بالكونسنتريشن. فده اسميه فاسيليتد ديفيوجن. هو ديفيوجن بس مسهل، مساعد. ساعدناه ازاي؟ ساعدناه بالبروتين تشانل، ساعدناه بالبروتين ممبرين اللي احنا حطيناها في الممبرين دي. تعالى نشوف الكلام هنا. ده مثال تاني. انا عندي هنا ده بروتين تشانل اهي، اللي بره عايزين يخشوا جوه هيخشوا، بس من جوه البروتين تشانل. الباسيف كانت هتعدي من هنا كده على طول، او ان في كارير بروتين ساعده. السمبل ديفيوجن، بارتكلز اتحركت من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. كل ما يكون الجريدينت ستيبر، فرق الكونسنتريشن كبير، كل ما الريت اوف ديفيوجن هيبقى اسرع. منطقيه. لو انا عندي جوه فيه 200 وبره فاضي، هيطلعوا اسرع من لو جوه 20 وبره فاضي، هيطلعوا اسرع من لو جوه 5 وبره فاضي. الاكزامبلز بتاعت السمبل ديفيوجن في جسمنا حاجتين، الاكسجين والكربون دايوكسيد. احنا بنتنفس اكسجين بالسمبل ديفيوجن، بيعدي من المويست ممبرين. الاكسجين اللي احنا بنتنفسه ايه اللي بيحصل فيه؟ انا بتنفس اكسجين في اللنج، موجود في الالفيولاي بتاعت اللنج، بيتبل بالميه ويبقى ايه؟ بيبقى ديسولفد اكسجين، بيعدي على الالفيولاير ممبرين عشان يخش في الدم. طيب هل بيعدي من الشانل ولا كده، ولا بيخترق الممبرين وبيعدي؟ لا، بيخترق الممبرين وبيعدي عشان الاكسجين بارتكلز بتكون صغيره. وهكذا الكربون دايوكسيد برضو. الكربون دايوكسيد بيكون في الدم تركيزه عالي، وفي الهواء تركيزه قليل، فبيطلع من الدم يروح للهواء اكروس ذا الفيولاير ممبرين. وانا لما بقول لك ممبرين هنا قصدي ده نوع من انواع السيل ممبرين في الالفيولاي سيلز، ويطلع في الهواء.
السمبل ديفيوجن اكزامبلز بتاعتي الجازز الاكسجين والكربون دايوكسيد. سمبل ديفيوجن يعني بيعدي من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. تمام. الفاسيليتد ديفيوجنز لا، ده محتاج بروتين ممبرين شانلز، محتاج بوابات تساعده. اشهر مثال عندي الكالسيوم ايونز. الكالسيوم ايونز بتكون ايونز كبيره في الحجم، مش قادره تعدي من لوحدها، فلازم افتح لها بوابات اللي هي البروتين شانل تعدي من خلالها. اول ما افتح البوابه هي بتعدي. طب مش البوابه دي عباره عن بوابه ولها حارس وكده؟ البروتين شانل دي انا اقدر اتحكم في فتحها وقفلها، او السيل نفسها تقدر تتحكم في فتحها وقفلها. السيل عايزه تدخل كالسيوم دلوقتي، تفتح الشانل، كفايه كده تقفل البوابه، تقفل الشانل، مش هتعرف تعدي. فاسيليتد ديفيوجن بيكون مع الكونسنتريشن جريدينت، لكن بيحتاج مساعده من بوابات خاصه اسمها بروتين تشانلز. طيب قبل ما نكمل تعالوا نقف شويه عند شويه التعريفات دي. اظن هي تعريفات سهله. سولفنت والسوليوت. لو انا معايا كوبايه ميه مدوب فيها شويه ملح، الميه اسمها سولفنت، والملح اللي انا مدوبه اسمه سوليوت. تمام. الميه بتكون السولفنت، والملح اللي انا مدوبه الماده اللي دابت نفسها هي السوليوت. يبقى دي مصطلحين تعرفهم. في عندي 3 مصطلحات تانية: هايبرتونيك، هايبوتونيك، ايزوتونيك. بص يا سيدي، هايبر يعني اكتر. انا عندي كوبايه ميه دايب فيها 5 معالق سكر، وكوبايه ميه دايب فيها معلقتين سكر. مين تركيزها اعلى؟ اللي فيها 5 معالق، صح؟ فهقول على كوبايه الميه اللي فيها 5 معالق سكر مقارنه بالكوبايه الثانيه دي هايبرتونيك. هايبرتونيك يعني ايه؟ يعني دي اللي هاز كريتر كونسنتريشن ذان ذا انذر. هايبرتونيك وهايبوتونيك مصطلحات ريلاتيف، مصطلحات بتستخدم في المقارنه. يعني الكوبايه اللي فيها 5 معالق سكر لو قارنتها بكوبايه ثانيه فيها 20 معلقه سكر، الكوبايه اللي فيها 5 معالق ساعتها هقول عليها هايبوتونيك. فالهايبرتونيك والهايبوتونيك دي مصطلحات ريلاتيف. هايبر فور جريت كونسنتريشن، هايبو فور لو كونسنتريشن. انا محتاج افرق في الكونسنتريشن ليه؟ مش احنا قلنا ان دايما الحاجات بتتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، فمحتاج اعرف مين الهاي ومين اللو. طيب لو كوبايه فيها 5 معالق سكر والكوبايه الثانيه فيها 5 معالق سكر، الاثنين زي بعض، هسميها ايزوتونيك فور ايكوال كونسنتريشنز. تمام. 3 مصطلحات محتاج تعرفهم كويس: هايبرتونيك، هايبوتونيك، ايزوتونيك. هايبر اكتر، هايبر ماركت يعني ماركت كبير قوي، جريت كونسنتريشن. تمام. طيب قبل ما اسيب الحته دي محتاج اسالك سؤال: مين تركيزه اعلى؟ لو جبت نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه فيها 5 معالق سكر، ولا كوبايه ميه فيها 10 معالق سكر، مين تركيزه اعلى؟ بص، حاسك كده لقطتها، لو لقطتها تبقى جدع، ادي لنفسك نجمه في الكراسه. طيب لو عندي كوبايه فيها نص كوبايه فيها 10 معالق ونص كوبايه فيها 5 معالق، هما الاثنين في الحقيقه نفس التركيز. ما هي الكوبايه اللي فيها 10 معالق نصها في نص السكر فيه 5 معالق، فهم نفس التركيز. تمام. يبقى انا لازم اخد بالي عشان من حاجه زي دي. سؤال تاني: لو انا عندي نص الكوبايه اللي فيه 5 معالق دي، تمام، انا عايز اخفف التركيز بتاعها، قدامي حلين: اما ان انا ازود ميه، فبدل ما كانت نص كوبايه فيها 5 معالق انا ممكن اخليها كوبايه كامله فيها 5 معالق، ساعتها التركيز هيقل، الكونسنتريشن هيقل. في حل تاني ان انا اشيل شويه سكر فيفضل نص كوبايه بس فيها معلقه واحده مثلا. يبقى يا اما ان انا اقلل السوليوت يا اما ان انا ازود السولفنت، والنقطه دي مهمه. طب وبالعكس، عندي كوبايه تانيه انا عايز اقلل الكونسنتريشن بتاعها، او عايز معلش ازود بقى الكونسنتريشن بتاعها. عايز ازود الكونسنتريشن، ممكن اضيف ملح او اضيف سكر يعني، ساعتها الكونسنتريشن هيزيد. طب انا مش عارف ادخل سكر زياده، تمام، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسحب الميه، اسحب ميه من غير سكر، يبقى ساعتها الميه هتقل على نفس الكميه، الكونسنتريشن هيزيد. اتمنى تكون فهمتوه، اللي ما فهمهاش هيفهمها معايا اكتر. انا كده في الباسيف ترانسبورت قلت كلمتين: كلمه اسمها سمبل ديفيوجن، وكلمه شبيهه بيها اسمها فاسيليتد ديفيوجن. كلمه ثالثه والاهم والمهمه والخطيره اسمها اوزموزيس.
يعني ايه اوزموزس؟ اوزموزس is the diffusion of water across a membrane. الاوزموزس ده ان الميه هي اللي بتعدي خلال السيل ممبرين. سيبك من اللي مكتوب وتعالى فكر معايا في المثال ده. كان عندي هنا كوبايه او تو كونتينرز، يعني تو سيلز A و B. زي ما انت شايف كده A دي مليانه سوليوت فهتبقى هايبرتونيك، زحمه تركيزها عالي، وB تركيزها اقل. حلو الكلام؟ يبقى A كان تركيزها اعلى من B، يبقى A is hypertonic to B والB hypotonic لل A. طيب انا عندي اللي في النص ده سيل ممبرين او سيمي بيرميبل ممبرين، ينفع الميه تعدي من خلاله لكن السولت اللي داير ده ما يقدرش يعدي، وانا عايزهم يبقوا نفس الكونسنتريشن. لو ما كانش السيمي بيرميبل ممبرين ده موجود او كان موجود بيرميبل ممبرين، كان المنطقي ان انا اعمل ايه؟ اخد شويه سولت من اللي هنا احطه هنا، السولت هنا بقى قد اللي هنا، المشكله خلصت. لكن انا لسوء الحظ مش قادر انقل السولت من A ل B. طيب خلاص ما عادش في حل؟ لا لسه في حل. مش انا قلت لك ان الووتر تقدر تنتقل؟ الميه ممكن انقلها. ايه رايك بدل ما انقل السولت من A ل B انقل ميه من B ل A؟ مش انا لو نقلت الميه من B ل A الكونسنتريشن في B هيقل، معلش الكونسنتريشن في B هيزيد والكونسنتريشن في A هيقل لغايه ما يبقوا قد بعض، وفي الحاله دي اكون وصلت للي انا عايزه. يبقى انا لو نقلت الكونسنتريشن من هنا لهنا هكون وصلت للي انا محتاج اوصل له. وصلت الفكره؟ يبقى في الحاله دي انا هقول ايه؟ هقول ان الاي هايبرتونيك لبي والبي هايبرتونيك لاي. تمام. اللي اتنقل عندي في حاله الاوزموزيس هل هو السولت نفسه، السوليوت نفسه، ولا الميه؟ الميه. خد بالك انا في الديفيوجن فوق هنا قلت لك ان اللي اتنقل مين؟ البارتكلز نفسها اللي اتنقلت سواء في ده او في ده. لكن هنا قلت لك لا، البارتكلز مش قادره تتنقل، فالميه هي اللي هتتنقل بدلها. بس سؤال، انا عندي هنا الهايبرتونيك A اللي فيه تركيز عالي هو A واللي فيه تركيز اقل هو B. الطبيعي ان السولت كان هيتنقل من A ل B. لما الميه تيجي تتنقل من A ل B ولا تتنقل بالعكس بقى، عكس اتجاه انتقال الملح؟ هتتنقل بالعكس، هتتنقل من B ل A. الووتر ويل فلو toward the region of high concentration، في اتجاه الهاي كونسنتريشن. ليه؟ عشان تخففه وتزود الاولاني from B to cell A. طيب تعال نبص لنفس الموضوع ده بشكل تاني. مش انا عندي هنا السولت تركيزه عالي وهنا السولت تركيزه قليل؟ يبقى السولت كان المفروض يتنقل من A ل B. طب سيبك من السولت خالص، تعال نتكلم بلغة الووتر. هو مين اللي فيه ووتر اكتر؟ مش B فيها ووتر كتير والA فيها ووتر اقل؟ نسبة الووتر في B عالية ونسبة الووتر في A اقل. في الحقيقة الووتر هو اللي هيتنقل ولا السولت؟ الووتر. فالووتر هيتنقل من الهاي ووتر كونسنتريشن لللو ووتر كونسنتريشن. الووتر هتموفز من الهاي ووتر كونسنتريشن للليس ووتر كونسنتريشن. بس احنا في الطبيعي في معظم استخداماتنا مش بنقيس الووتر كونسنتريشن لكن بنقيس السولت كونسنتريشن. فانا بقول لك السطر اللي بالاخضر ده عشان تفهم بس اللي حصل. لكن انا المصطلحات اللي هستخدمها معاك هقول لك ان الووتر هتموفز من اللو سولت كونسنتريشن، مش ده هاي ووتر هو نفسه اللو سولت، الى الهاي سولت اللي هو ليس ووتر اللي هو فروم بي تو اي. فانسى معايا السطر اللي بالاخضر ده خالص واحفظ معايا ان الووتر بتموفز من الهايبوتونيك سوليوشن للهايبرتونيك. احفظ الجمله دي زي اسمك، اكتبها في ورقه وعلقها على الحيطه قدامك. الووتر هتموفز منين؟ من الهايبوتونيك سوليوشن. مين الهايبوتونيك سوليوشن ده؟ ده اللي فيه ميه كتير وملح قليل. هتروح فين؟ للهايبرتونيك اللي فيه ملح كتير وميه قليله، فهتروح عشان تزود الميه هناك تخليهم الاثنين قد بعض. تمام. في الاوزموزيس عايزك 3 كلمات ما تنساهمش في حياتك. اول كلمه واهمهم دي ان الووتر موفز من الهايبوتونيك للهايبرتونيك، من الملح القليل للملح الكتير، من الملح القليل للملح الكتير. تاني، الميه هتتحرك من الملح القليل للملح الكتير.
water moves from hypotonic solution to hypertonic solution. الكلمات التانية، مين اللي بيتحرك، المية ولا الملح؟ المية. ايه السبب في الظاهرة دي كلها؟ ان انا عندي semi permeable membrane. الظاهرة دي لم تكن لتحدث الا عشان انا عندي semi permeable cell membrane بيسمح بمرور المية ولا يسمح بمرور الاملاح. يبقى 3 كلمات: الووتر موفز، الووتر هي اللي بتموفز مش حاجة تانية. through semi permeable membrane دي الكلمة التانية. الكلمة التالتة from hypotonic solution to hypertonic solution. واضح الكلام؟ طيب عندنا مثال تاني. المثال التاني اللي عندنا وده بقى مثال حقيقي، بيقول لك انا هجيب انيمال سيل. انيمال سيل يعني ايه؟ يعني خليه حيوانيه، يقصد بيها اي خليه من الانسان. مثلا في المثال بتاعنا جاب ريد بلاد سيل، تمام، وحط منها في 3 محاليل، مره هايبرتونيك، مره ايزوتونيك، مره هايبوتونيك. هايبرتونيك يعني ايه؟ يعني الكونسنتريشن اللي في المحلول اعلى من الكونسنتريشن اللي في السيل. ايزو يعني الاثنين قد بعض. هايبو يعني الكونسنتريشن اللي في المحلول اقل من الكونسنتريشن اللي في السيل. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. في اول مثال عندي في الهايبرتونيك سوليوشن، مين اللي اعلى؟ السوليوشن اعلى من السيل، والقاعده بتاعتي بتقول الميه هتروح منين؟ من الهايبوتونيك للهايبرتونيك. طيب هنا مين الهايبوتونيك؟ الهايبوتونيك في المثال الاولاني ده هو السيل، والهايبرتونيك هو السوليوشن. فالووتر هتموفز from the cell to the solution. water will leave the cell. هتغادر الخليه وتروح للسوليوشن. ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان الخليه هيحصل لها شرينكج، تنكمش، وممكن تموت، وبنسمي الموت في الحاله دي بلازمولايسيس. ليه؟ مش على القاعده مين الهايبو ومين الهايبر. الووتر موفز فروم هايبوتونيك تو هايبرتونيك، وهنا السوليوشن هايبر، يبقى الميه هتروح للسوليوشن، يبقى هتغادر الخليه، يبقى الخليه هتنكمش، هتموت بالبلازمولايسيس. تعال نشوف النقيض. في الهايبوتونيك الخليه هنا هي الهايبر، فالميه هتسيب السوليوشن الهايبوتونيك وتروح الى داخل الخليه. بص، هتخش الى داخل الخليه فهتنفخ الخليه، عشان الخليه هنا هي الهايبرتونيك. water moves from hypotonic to hypertonic. هنا قال لك ان الووتر فلو into the cell، هتخش الى داخل الخليه. this cause an animal cell to swell، تنتفخ، ممكن عند لحظه معينه ما تقدرش تتحمل and burst، فرقع. اتمنى يكون المثال واضح، احفظ القاعده. طيب تالت مثال معانا، قال لك في الايزوتونيك الميه اللي داخله قد اللي خارجه، يبقى نو نت موفمنت اوف ووتر ويل تيك بليس. اللي داخل قد اللي خارج، عشان الكونسنتريشن جوه وبره قد بعض، مش هيحصل عندي مشكله. وافهم من هنا حاجه، ان الخلايا بتاعتنا عشان تعرف تعيش بشكل مثالي لازم يكون الكونسنتريشن بتاع الفلويدز اللي حواليها ايزوتونيك كله. طيب لو في حاجه هايبوتونيك او هايبرتونيك، ده هيعمل لي مشكله. تمام. عشان كده عايز اقول لك على حاجه، لما تشوف حد مريض او في المستشفى او كده، احنا مستحيل نعلق له ميه، احنا نعلق له محلول ملح. اشمعنى فكرتش سالت نفسك ليه محلول ملح؟ ليه بندي الحقنه، بندي حقنه في محلول؟ هعلق له نص لتر، اعلق له محلول ملح، ومش اي محلول ملح، ده بيكون محلول ملح 0.9% علشان يكون ايزوتونيك، عشان ده الكونسنتريشن اللي موجود في الخلايا بتاع جسم الانسان. فانا عشان احافظ على الاوزمولاريتي في جسمنا ككل، لازم احط السوليوشن يكون بنفس الكونسنتريشن، يكون ايزوتونيك. لو حطيت اكتر تركيزه عالي هيدخلني في مشكله الشرينكج والبلازمولايسيس، لو حطيت اقل وخففت الدم هيدخلني في مشكله السويلنج والبيرست بتاعه السيلز. فهمتوا الفكره؟ ليه لما بنحط محلول، سواء محلول ملح، محلول سكر، اي ازازه محلول شفتها عند اي حد من زمايلك او من اهلك حاططها، اقرا كده عليها هتلاقي مكتوب كلمه ايزوتونيك، وفي التفاصيل هيقول لك ان الكونسنتريشن 0.9% عشان نحافظ على القصه دي. عايزك تحفظ كلمه مهمه قوي، ان الووتر موفز فروم هايبوتونيك تو هايبرتونيك. انا عارف انك زهقت مني، بس عارف انك هتيجي تحل في الاسئله بتاعتك وهتغلط في الحته دي. بيقول لك هنا معلومه، ان دي ملاحظه في البلانت سيل، السيل بتكون محاطه بسيل وول.
علشان كده بيكون صعب ان السيل ان بلانت سيل توصل لمرحله البيرث دي ان هي تفرقع. ليه؟ عشان السيل وول بايه يعني بيسبورت الايه السيل ممبرين بتاعها. لكنها ممكن تنفخ جامد قوي وتبقى ترجد، هي تبقى مضغوطه جدا، لكن مش هتفرقع عشان السيل وول صلب وهيحميها. تعالوا نشوف الكويز دي مع بعض. بيقول لك animal cell placed into 0.9 solute solution، ايه اللي هيحصل لها؟ طيب احنا عارفين ان التونستي الطبيعيه في الانيمال سيل 0.9%، فانا حطيت الانيمال سيل في النورمال في السوليوشن نفس الكونسنتريشن بتاعها، يبقى ده اللي احنا بنقول عليه ايزوتونيك. طالما حطيت السيل في ايزوتونيك سوليوشن، ايه اللي هيحصل لها؟ هتريمين unchanged، مش هيحصل لها حاجه. تمام. طيب السؤال التاني، حابب توقف الفيديو وتفكر فيه الاول قبل ما تسمع، يبقى جميل. يلا. بيكر محطوط زي المنظر اللي قدامي ده، في ناحيتين وفي النص سيمي بيرميبل ممبرين. تمام. اللي على اليمين ديستلد ووتر، والديستلد ووتر يعني ايه؟ ووتر ويز نو سولت. لما اشوف كلمه ديستلد ووتر على طول دي هتكون الايه؟ الهايبو ولا الهايبر؟ دي مفيش فيها اي سولت، يبقى بلا استثناء دي اللي هتبقى على طول الهايبو تونيك بدون ما افكر. تمام. وهنا ده عنده 10% بروتين سوليوشن، فده هيكون الايه؟ الهايبر تونيك. تمام. والقاعده بتقول ان الووتر موفز فروم هايبوتونيك تو هايبرتونيك. طيب تعال نقرا الاختيارات ونشوف. there will be net movement of water to the distilled water، في الاتجاه ده لا غلط. net water movement to the protein solution compartment، دي صح. equal amount of water will move in both directions، لا غلط. equal amount of protein will move، لا البروتين مش هيموف وش. هنا اوزموزس سيمي بيرميبل ممبرين اللي هيتحرك الميه بس، دي غلط يعني غلط من اوسع الابواب. البروتين والريلي موف غلط. تمام. انا بتكلم في حاله اوزموزس، مستحيل حاجه تتحرك غير الميه. تمام يا شباب. كده يبقى باقي لنا اخر نوع في الترانسبورت وهو الاكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت يا شباب، تعالوا قبل ما نشوف هنا، تعالوا نرجع نقول الكلام اللي قلناه في الاول. الاكتيف ترانسبورت دي type of transport which needs energy. It moves from low concentration to high concentration، يعني against الجريدينت، يعني من المكان الفاضي للمكان الزحمة، عكس رغبة المولكيولز. فاكرين المثال بتاع الأوضة الزحمة اللي قاعد فيها أنت وأصحابك؟ الأوضة زحمة وأنت بره ومش عايز تخش عشان المكان جوه حر، أنت عايز تفضل قاعد في الروقان. لا أنا هاخدك أغصبك، خد بالك أغصبك في إنرجي بتبذل هنا عشان تخش جوه. هنا في بروتين كارير اهو، خد المولكيولز من هنا، مستخدم الانرجي في الاي تي بي ودخلها عند الهاي كونسنتريشن، يبقى الاكتيف ترانسبورت بيكون اجينست الكونسنتريشن جريدينت. عايزك تعرف حاجه، ان اللي احنا هنتكلم عليه في الاكتيف ترانسبورت النهارده، سواء الاكزوسايتوزس او الاندوسايتوزس، زي ار تو اكزامبلز اوف اكتيف ترانسبورت، ودي مش كل صور الاكتيف ترانسبورت اللي بتحصل. تمام. لكن ده اشهر الصور. عندي كلمتين نعرفهم في البدايه، الاكزوسايتوزس، وانا كاتب لك هنا اكزو فروم اكزيت، سايتو ذا سيل. اكزوسايتوزس معناها اكزيت ذا سيل. طيب اندوسايتوزس معناها انتر ذا سيل، حاجات بتخش الى داخل الخليه. تمام. اكزوسايتوزس واندوسايتوزس. الاكزوسايتوزس اكتيف ريليز اوف نيوكليولز اوت فروم ذا سيل. تمام. طب الاندوسايتوزس الحاجات بتنتر تو ذا سيل. الاكزوسايتوزس انا مش هديك الميكانيزم بتاعها، لكن هكلمك عن الاندوسايتوزس. الاندوسايتوزس قسمناها هنا 3 انواع، البينوسايتوزس والفاجوسايتوزس وريسبتور ميديتد. طيب ال3 انواع دول لهم فكره مشتركه. الفكره المشتركه في ال3 هنعكسها تبقى بتاعت الاكزوسايتوزس. تعالوا نتكلم نشوف الفكره المشتركه، بعد كده نرجع نشوف الديتيلز بتاعتنا. بصوا معايا على السؤال في النص دي. انا عندي المولكيول ده عايز اخده جوه. المولكيول ده موجود بره جنب الايه؟ جنب السيل ممبرين. هعمل له انفاجينيشن، هو جه جنب السيل ممبرين، اما السيل ممبرين بدا يخش جوه ويحاوطه بالمنظر ده. يعني هو كان هنا قرب من السيل ممبرين، بدا السيل ممبرين يعني يخش جوه يخش جوه يخش جوه، بدا يحاوطه قفل خالص. تخيل ان هو موجود هنا، قام مدخله جوه فيسيكل. فاكرين لما قلت لك كلمه فيسيكل معناها كيس صغير؟ اهو ده كيس صغير اهو الفيسيكل. خده هنا. بص هنا
السوليد بارتكل ده وليكن بكتيريا او اي فورين بودي جاي جنب السيل ممبرين، هيجي السيل ممبرين يبدا يعمل له انفاجينيشن، يحاوطه لغايه ما قام مدخله جوه في الفاجوسوم. نفس الفكره حصلت هنا. تمام، يبقى دي فكره الاندوسايتوزس. الاكزوسايتوزس نفس الطريقه بس بالعكس. الفيسيكل هتيجي تلزق في السيل ممبرين، تنضم ليه، يبدا يفتح، تبدا المولكيولز اللي جوه تطلع بره، يبقى ده الاكزوسايتوزس. يبقى انا بتكلم اندوسايتوزس فيرسس الاكزوسايتوزس. طيب الاندوسايتوزس عندي منه 3 انواع مشروحين عندي. ايه الفرق بين الثلاثه؟ بص، الثلاثه اجمالا نفس الفكره، ان السيل ممبرين هنفاجينيت اراوند البارتكل وانكلوز ذم في فيزيكال في فاكيول على حسب هي ايه. تمام. طب ايه الفرق؟ لو انا بتكلم في حاله ديسولفد مولكيولز، لارج ديسولفد مولكيولز، حاجات صغيره زي دي ديسولفد صغنطوطه كده، هقول بينوسايتوزس. عشان كده بنسميه اسم تاني السيل درينكينج. درينكينج يعني ايه؟ يعني الشرب. فده هتكون ديسولفد مولكيولز صغنطوطه ودايبه، بسميها سيل درينكينج بينوسايتوزس. البلازما ممبرين انفاجينيت اراوند بارتكلز، بعد كده بتعمل لهم انكلوز ذم انتو ا فيسكل، بينوسايتوزس. الفاجوسايتوزس نفس القصه بالظبط، بس مش لارج ديسولفد مولكيولز، هي لارج بارتكلز. خد بالك لارج هنا نسبيه، لان الديسولفد مولكيولز دي مهما حصل هتفضل صغيره. هنا لارج بارتكلز كبيره، او ايفن سمول اورجانيزمز زي البكتيريا زي الفيروس اللي ممكن يخش في جسمنا. تمام. الجسم الخليه هتاكلهم ازاي؟ الخليه هتاكلهم عن طريق الفاجوسايتوزس. سوليد بارتكل كبير، يعني خدت بالك ده البارتكل قد ايه وده الديسولفد مولكيول قد ايه. تمام. هو ليه قال لك لارج ديسولفد مولكيولز؟ عشان لو هي ديسولفد مولكيولز صغيره قوي هتخش على طول من البلازما ممبرين، مش محتاجه للبروسيس دي. لكن هي ديسولفد بس لارج. لكن هنا لارج بارتكلز كبيره او سمول اورجانيزمز كبيره برضو. هي اورجانيزم منظرها كبير، هتبدا يحصل لها انفاجينيشن بنفس الطريقه وتخش هنا في فاكيول كبيره بسميها فاجوسوم. تمام. السيل ممبرين رابس اراوند ذا بارتكل اند انكلوز ذم فورمينج ا فاكيول. فاكرين لما قعدت اقول لكم هنا الفيسيكل يعني كيس صغير والفاكيول يعني كيس كبير؟ هم دول الفاجوسايتوزس هتعمل لي فاكيول. الاكزامبل الاشهر على الاطلاق في الفاجوسايتوزس الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز يا شباب دايما لما تيجي سيرتها كرات الدم البيضاء تخبط في دماغك على طول لمبه كده اسمها الاميونيتي، المناعه، الجهاز المناعي في جسم الانسان. أحد الطرق الأساسية للجهاز المناعي في جسم الإنسان بيقاوم بيها البكتيريا والميكروبات هي الفاجوسايتوزس. بتيجي الوايت بلاد سيلز انجلف البكتيريا، بتاكل البكتيريا تحوطها في فاجوسوم. هقول لكم على معلومة لو حد فاكرها هيبقى لطيف. الوايت بلاد سيلز جابت لقت بكتيريا قامت محوطاها وحطها في الفاكيول دي. فاكرين كان عندي حاجة اسمها اللايزوزوم. فاكرين اللايزوزوم لما قلنا عليه كيس جواه مية نار؟ بتجيب الوايت بلاد سيل تاخد الفاجوسوم وتجيب اللايزوزوم اللي عندها جوه وتفتح الاثنين على بعض. في الحاله دي هي فتحت الهيدروليتيك انزيمز على البكتيريا، فبالتالي هتموت البكتيريا بالشكل ده فتحمي جسمك من البكتيريا والفيروسات. يبقى الوايت بلاد سيلز كاميونيتي بتستخدم طريقه الفاجوسايتوزس في الموضوع ده. وعايزك تفتكر لما ان شاء الله نوصل لدرس الاميونيتي ونبدا نتكلم عن هتلاقينا هناك بنتكلم عن حته كده اسمها الفاجوسايتوزس في الايه؟ في السكند لاين ديفنس ميكانيزم لما نوصل لها ان شاء الله. تمام؟ دي فكرتها اللي احنا قلناها دلوقتي. طيب الاميبا ده كائن صغير، ازاي بيحصل على الاكل بتاعه؟ الاميبا ده كائن وحيد الخليه، ما عندوش بق زيك، فبيحصل على الاكل بتاعه عن طريق الفاجوسايتوزس. تيجي الخليه جنبها الفود بارتكل، جنبها الشوجر مولكيول او اي مولكيول هو عايز ياكله، يعمل له فاجوسايتوزس ويدخله جوه في الفاكيول بتاعته. يبقى ده البينوسايتوزس والفاجوسايتوزس، وعرفنا اهم فرق. هنا ديسولفد مولكيولز، هنا حتى لو قال لي كلمه لارج بس هي ديسولفد مولكيولز. هنا لارج بارتكلز او سمول اورجانيزمز، حتى لو قال لي سمول اورجانيزمز. السمول اورجانيزمز دي اكبر من اللارج ديسولفد مولكيولز دي، بس المصطلحات هنا ريلاتيف. تمام؟ اللي دي لارج بالنسبه للمواد الدايبه، ودي سمول بالنسبه للاورجانيزمز الثانيه، لكن دي اكبر من دي. وزي ما شفنا الصور وزي ما احنا عارفين ان الفاكيول دايما اكبر من الفيزيكال بكتير. طب ايه الحكايه الاخيره دي بقى؟ بيقول لك ان في بعض المواد، يعني في عندنا مواد شعبيه كده عادي تعدي من ايه؟ من اي صاله في المطار. وفي بعض الناس ما يعدوش غير من صاله كبار الزوار.
very specific substance، مواد خاصة. زي مين؟ زي الكوليسترول. فاكرين لما قلت لكم يا اولاد ان الدهون دايما مش سالكة، الدهون دايما عاملة تنكة كده علينا؟ اهو الكوليسترول ده نوع من انواع الليبيدز، تمام؟ وعمره ما يكون سالك، عمره ما يريحك. اول ما تلاقي حاجه فيها دهون اعرف ان هتلاقي دايما ايه؟ ميكانيزم معقرب كده. لما يجي يحصل له اندوسيتوزز ما يقدرش يحصل له اندوسيتوزز من اي حته في الممبرين كده. ايه ده؟ هو انا اي حد هيستقبلني؟ انا لازم اروح في حته يكون فيها ريسبتورز خاصه بيا. الاقي هنا ريسبتورز قاعده على السيل ممبرين بره ترحب بيا انا بس، واقفالي ضربايه عظيم سلام. هيجي الكوليسترول ميكول يمسك في الريسبتور بتاعه، مش اي حته في السيل ممبرين. لما هيمسك في الريسبتور بتاعه نفس العمليه هتحصل، يعني ده هيعمل رابنج حواليه ويبدا يقفل حواليه بالشكل ده. بس حتى الفيسيكل اللي هتخش فيها جوه دي مش هتكون فيسيكل عاديه، هتكون فيسيكل من جوه فيها ريسبتورز ماسكه في الكوليسترول، ومن بره في زي كوتنج بروتين، عشان تقول لاي حد معدي انا مش فيسيكل عاديه، انا فيسيكل مميزه جوايا كوليسترول، انا فيسيكل مميزه جوايا كذا. فده نوع سبيشال من الاندوسيتوزيس اسمه ريسبتور ميديتد. يبقى بعض المواد دي مش هتقدر يحصل لها اندوسيتوزيس الا من خلال ريسبتورز معينه موجوده في اماكن معينه في جسمنا، عشان كده بسمي النوع ده ريسبتور ميديتد اندوسيتوزيس. احنا كده خلصنا كلامنا على الاكتيف ترانسبورت، وبكده نكون خلصنا الكلام على درس ذا سيل كله. درس ذا سيل يعني عقبال ما نخلص المنهج كله يا ولاد ونحتفل سوا. عندنا في الاخر هنا سمري ممكن تقرأوه سريعا كده يلم لكم الخلاصه كله. اهتموا جدا يا شباب بالحل والاكسرسايز. مشكله الحاجه المتسجله ان لازم يكون الطالب بنفسه مهتم ان هو يحل ويشوف ويخلص اللي وراه، لان انت مش ايه، انا مش هسألك انت حليت الهوم ورك ولا لا، لكن انت لازم من نفسك تكون حريص انك تحل الهوم ورك بتاعك كويس، تكون حريص ان انت تشوف لو اي حاجه مش فاهمها تصحح الهوم ورك بتاعك، لو في اسئله فيها اخطاء تسالني فيها، حاجه مش فاهمها تسالني فيها، عشان ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب اعلى سكورز. هترككم في رعايه الله، نلقاكم ان شاء الله في الشابتر اللي جاي في شابتر بايوكيمستري. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله.